نزلت بلطيم النهارده ببص كده في السوق، لقيت السمك ده صاحي. بسأل السمك ده يا جماعه، قال لك ده سمك البحيره. قلت اخد 2 كيلو ب 100 جنيه. طبعا الشوي في السوق الكيلو عامل 20 جنيه. قلت اجرب واشوفهم بيشوه ازاي. اول حاجه دخلت المحل كده وقلت ايه، السلام عليكم وعليهم ورحمه الله وبركاته. بدات الحكايه دايما بذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لقيتهم بقى بيغسلوا السمك بالطريقه ديت كده. ولما سالت المعلمين اللي موجودين في السوق والناس اللي حواليهم كده، يا جماعه سمك المزارع افضل ولا سمك البحيره؟ قالوا لي في الحقيقه سمك المزارع بيكون اطعم شويه. طيب السمك صاحي يا جماعه، هل ينفع ان احنا ننزله على النار كده وهو صاحي؟ في ناس بتقول لك ينفع وناس تقول لك لا، ولكن في الحقيقه وهم بيغسلوا السمك كده بيضغطوا على الراس ضغطه كده عشان السمكايه ما تبقاش صاحيه، وبينزلوها في الرده بالطريقه دي. شايفين السمك الصغير ده البلمي طبعا المخضر حبتين، ده طعمه جميل جدا، وخصوصا لما يتعمل رد مقفول. بص على المنظر، شوايه ولعه اهي، شوايه كبيره طبعا. يوم السوق بقى كده ساعه الغدا بتلاقي الخير كتير. بص بقى على البوري وعلى السمك لما يدخل الصاج اهو. طبعا هو بيحط السمك على الشوايه لما يسمره من الجنبين وما يوقفوش على بطنه ولا على سيفه، ولكن بيدخله الفرن كده في الصاج او على شبكه. وبص على المشهد اهو، الدخانه طبعا ريحتها حلوه قوي. في السوق عاملين دقه جميله كده فيها توم، هتشوفوها دلوقتي، وشطه وملح، كمون، ليمون، سنه خل. واهو حط السمك في الصاج، وده الوش التاني. شايفين المنظر؟ موجود الاسماك كلها في بلطيم، هتلاقوا عندهم البوري والبلطي. اسماك البحر المتوسط برضو موجوده في السوق، وموجوده في مينة البرولوس. لما بنروحها كده صورنا حاجات حلوه ان شاء الله هتعجبكم قوي، زي الوقار وزي البربوني والمكرونه والجمبريات بانواعها. اسماك البحر المتوسط يعني يا جماعه عملنا فيديوهات حلوه وان شاء الله هننزلها قريب. يلا كلنا كده في التعليقات نذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك ونشارك الفيديو ده للغير. ولما السمك استوى حط الدقه، وهنا بقى بيلفوا من غير سيلفر. بقول لك السيلفر للايه؟ للاسماك الغاليه والجمبريات عشان التكلفه. هنا برضو اهو الدقه اهيت والخلطات والحاجات الجميله. طبعا تحياتي لكل اهل بلطيم، بحبكم جميعا في الله. شكرا جمهورنا الغالي، اشوفكم على خير، دمتم في امان الله، السلام عليكم.